خليني أبدأ بسؤال مختلف شوية. هو أنت فعلا بتنسي ولا مخك هو يقرر ينسى عشان يعرف يكمل؟ في نسيان مش سببه تعب ولا قلة تركيز ولا ضعف ذاكرة. في نسيان بيجي بعد أزمات، مشاكل، ضغوط طويلة ووجع متراكم. نسيان بيبقى مش مشكلة، يبقى حل، وده اسمه النسيان الدفاعي. أولا، يعني إيه نسيان كآلية دفاع؟ في علم النفس المخ مش بس وظيفته يفتكر، وظيفته كمان يحميكي. فلما تمر بوجع كبير، صدمة أو ضغط فوق احتمال، المخ أحيانا بيقول لو فضلتي فاكرة كل ده هتنهاري، فيبدأ يعمل حاجة اسمها النسيان الدفاعي. مش عشان تمسحي ماضي، لكن عشان تعرفي تصحي وتشتغلي وتعيشي وتكملي. طب النسيان هنا بيبقى شكله ايه؟ مش لازم تنسي حدث نفسه، احيانا بتنسي احساسك بس وقتها، او تفاصيل، او تسلسل الاحداث ايه قبل ايه، او اسماء اشخاص، او فترات كاملة من حياتك، وتقولي انا حاسة ان الفترة دي مش فاكراها قوي. وده طبيعي نفسيا، مش علامة ضعف. طب ليه المخ بيعمل كده؟ لان المخ بيشتغل بمبدأ البقاء اولا. لو الإحساس تقيل وموجع أكبر من قدرتك وقتها، المخ بيقفل عليه شوية، يحطه في الدرج ويقول نرجع له بعدين لما تبقي أقوى. المشكلة مش في النسيان، المشكلة لما نجلد نفسنا بسببه. لما تقولي أنا دماغي تعبانة، أنا بقيت أنسى أي حاجة، أكيد في حاجة غلط، وانت في الحقيقة نجحتي إنك تعيشي رغم اللي عديتي بيه. طب إمتى النسيان الدفاعي يظهر؟ غالبا بعد علاقة مؤذية، بعد فقد، بعد ضغط طويل، بعد مرحلة كنت فيها لوحدك. وساعات ما نفتكرش الوجع، بس نفتكر التعب اللي سابه. وخلي بالك، مش كل نسيان محتاج علاج، بعض النسيان محتاج احترام. احترام ان جسمك حاول يحميكي وعقلك اختار النجاة. طب هل ده معناه نسيب كل حاجة مدفونة؟ لا، النسيان الدفاعي حل مؤقت مش نهاية الطريق. لو الوجع طالع في صورة قلق أو نوبات حزن أو فقدان تركيز أو تعب جسدي، ده معناه إن في حاجة محتاجة تتشاف بس بهدوء. طب أعمل إيه لو حسيت إني نسياني دفاعي؟ أول حاجة، بطلي تخوفي نفسك. طالما واعية وشغالة وعايشة يبقى ده مش مرض. تاني حاجة، خلي الرجوع للماضي اختياري. ما تجبريش نفسك تفتكري وتحللي وتواجهي إلا وانتي مستعدة. وأخيرا، رسالة مهمة جدا ليكي، المخ مش عدوك، المخ حليفك. ولو اختار ينسى يبقى كان شايف إن ده أفضل حل وقتها. الخلاصة، مش ممكن بتنسي عشان كده، مش عشان انتي ضعيفة، لكن عشان انتي قوية كفاية إنك تعيشي بعد اللي حصل. وسيبي النسيان يبقى مرحلة مش تهمة. وبس كده، كان معاكي دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك، ولو استفدت منه شاركيه مع أصحابك. سلام.